لو عايز تقبض فلوس اكتر يبقى اكيد لازم تزود من مهاراتك، واللي من ضمنها الانجليزي. هفترض معاك ان انت مستواك لسه في البدايه لدرجه ان الحروف انت مش حافظها او حتى بتتلخبط في نطقها. عشان كده انا بنصحك تركز على حاجتين مهمين جدا هيساعدوك انك تاسس نفسك صح. اول حاجه، ودي هتقدر تبدا فيها حالا ومش هتكلفك اي فلوس خالص، وهي انك تفتح اليوتيوب على الموبايل بتاعك وتبدا تتفرج على فيديوهات من خلالها تقدر تتعلم نطق الحروف ونطق الكلمات، زي اسامي الفواكه والخضروات والرياضات المختلفه والوظائف والضمائر والافعال. وكل ده هيساعدك ان يبقى عندك اساس صح في الانجليزي وحصيله كلمات كتيره تقدر من خلالها تطور وتحسن كمان من لغتك. وده كان الاختيار الاول. وتاني اختيار، لو انت بقى من الناس اللي مشغوله جدا سواء في دراسه او في شغل، او لو انت بقى من الناس اللي ما بتعرفش تتعلم لوحدها وعايزين بقى يتعلموا انجليزي علشان يحسنوا من حياتهم وشغلهم فبالتالي مرتبهم يزيد. احنا بقى هنا في كونسبت هنقدر نمشي معاك خطوه بخطوه بنظام متحدد وثابت ومدروس. والميزه كمان ان انت هيبقى عندك حريه الاختيار في انك تدرس معانا اونلاين من اي مكان هتكون فيه، او انك تزورنا وتدرس معانا في اي فرع من الفروع. ودلوقتي كل اللي عليك ان انت تكلمنا علشان تعرف تفاصيل اكتر عن عروضنا الكتير قوي اللي احنا بنقدمها سواء للدراسه اونلاين او في فروعنا. اتعلم انجليزي وابدا رحلتك معانا للنجاح والتغيير. كونسبت، اتعلم انجليزي صح.